في ناس بتتعب في شغلها جدا بس بتفضل مكانها مش بتكبر. ليه يا ترى ده بيحصل؟ الموضوع مش نقص مجهود أبداً، الموضوع إن مجهودك ده لازم توجهه بشكل مظبوط وصحيح. في فرق ما بين activity و impact. الشخص اللي بيعمل مجهود وبس مختلف عن الشخص اللي بيشتغل ويعمل مجهود لكن ليه تأثير في المكان اللي بيشتغل فيه. لما تقضي يومك كله كل اللي بتعمله إنك بترد على إيميلات، بتخلص تاسكس بسيطة، تحضر ميتينجز ما فيهاش أي outcome، ففي الحالة دي أنت ما غيرتش أي حاجة في المكان اللي أنت بتشتغل فيه. الشركات ما بتكافئش الشخص اللي بيبان مشغول طول الوقت، الشركات بتكافئ القيمة المضافة أو الفاليو كرييشن. المصطلح المهم اللي لازم تتعلمه هنا هو الهاي امباكت ورك، يعني شغلي بيكون ليه تأثير ونتائج على المكان اللي أنا بشتغل فيه. خليك دايما فاكر مش كل شغل بيحركك لقدام، في شغل بيخليك واقف مكانك بس برضه تعبان. قولي إيه آخر حاجة عملتها وكان ليها تأثير حقيقي في الشغل بتاعك؟